الصدمة والواقع الجديد. السلام عليكم الأخوت ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. تخيل معايا تفيق الصباح وتلقى العالم اللي كنتي كتعرفو مبقاش هو. هادشي ماشي فيلم ديال الخيال العلمي، هذا هو الواقع اللي عايشينو دابا في هاد اللحظة. العالم كامل دابا كيهضر على حاجة وحدة اللي هي الثورة ديال الذكاء الاصطناعي. هاد التكنولوجيا ما بقاتش مجرد برامج في الحاسوب او روبوتات كنشوفوها في السينما. الذكاء الاصطناعي دخل لبيوتنا، لتليفوناتنا، وبدا كيبدل كاع القواعد اللي كبرنا عليها. الشركات الكبار دابا بحال جوجل ومايكروسوفت ولا ابل وصراحة راه نايضة بيناتهم حرب طاحنة. كل نهار كيخرج تحديث جديد، وكل نهار كتخرج ميزة كتصدم البشرية. هادشي علاش اليوم غادي نهضروا على شنو واقع بالضبط وفين غادي بينا هاد القطار السريع اللي ما بغاش يوقف. واش هادشي في الحقيقة زوين وغادي يسهل حياتنا، ولا كاين خطر حقيقي كيهدد المستقبل ديالنا كاملين؟ تبع معايا الفيديو حتى الاخر حيت هادشي كيهمك بشكل مباشر. شنو هو هذا الذكاء الاصطناعي التوليدي؟ اول حاجه خاصنا نفهموها شنو تبدل دابا بالضبط. شحال هادي الكمبيوتر كان كيدير غير داكشي اللي كنقولوا ليه بالحرف، دابا ولا هو اللي كيفكر كيتعلم وكيصنع اشياء من والو. والله يقدر يكتب مقالات، يصاوب تصاور خياليه، يبرمج مواقع، وحتى يصنع فيديوهات كامله غير بكلمات بسيطه كتكتبها ليه كيعطيك نتيجة كانت كتحتاج سيمانات ديال الخدمة. هادشي يفتح الباب لواحد المفهوم جديد سميتو الأتمتة الفائقة. يعني أي حاجة كتحتاج تفكير روتيني الذكاء الاصطناعي يقدر يديرها لك في ثواني معدودة أو ثواني قليلة. ومن هنا بدأت الصدمة، حيت السرعة باش كيطور هادشي خلات حتى العلماء يخافوا. إيلون ماسك بزاف ديال الخبراء حذروا شحال من مرة من هذا التطور السريع، واليوم حنا كنشوفوا هاد التحذيرات كتولي واقع قدام عينينا. كيفاش مأثر على السوق الشغل والقراية؟ هذا التغيير مبقاش غير هضرة في المواقع، بل بدا كيقيس كاع المجالات. في مجال الخدمة مثلا كاين وظائف كاملة بدات كتختفي او كتراجع. خدمة العملاء، كتابة النصوص البسيطة، الترجمة، وحتى بعض المهام البرمجة. كاع هادشي ولا الذكاء الاصطناعي كيديرو بأقل تكلفة وبلا ما يعيا او يطلب عطلة. الشركات الكبار بدات كتعتمد عليه باش تنقص من المصاريف، وهادشي كيعني ان ملايين ديال الناس مهددين بالخدمة ديالهم الى ما طوروش راسهم. اما في مجال القراية فالقضية مرونة بزاف. التلاميذ والطلبة مبقاوش كيعتمدوا على الحفاظة او البحث التقليدي. بضغطة زر واحدة الذكاء الاصطناعي كيخرج لهم التمارين وكيصاوب البحوثات. هادشي خلى المنظمة التعليمية كاملة تعيد النظر في الطريقة باش كتقري. واش هادشي كيعني ان الاجيال الجاية غتكون اذكار او غتولي ما كتعرف والو، يعني كسالى وكتعتمد على غير الالات. الجانب المظلم التزييف العميق والاشاعات. ولكن الخوت هادشي كامل اللي قلناه عنده وجه اخر مظلم وخطير بزاف. مع هذا التطور بان تكنولوجيا سميتها التزييف العميق او ديب فيك. دابا ولا سهل بزاف تزور صوت اي شخص او تصاوب ليه فيديو وهو كيهدر بشي حاجة ما عمرها قالها. تخيل تلوح فيديو ديال رئيس الدولة كيعلن الحرب وهو في الحقيقة غير فيديو مصاوب بالذكاء الاصطناعي. هادشي كيهدد الامن ديال الدولة وكيخلي الحقيقة تضيع وسط الاشاعات. فوسائل التواصل الاجتماعي ولينا كنشوفوا صور ومقاطع مفبركة كتبان حقيقية 100%. الناس ولات كتيق اي حاجة كتشوفها، وهادشي كيزيد من الفوضى ونشر الاكاذيب.
الخصوصية ديالنا حتى هي ولات في خطر، حيت البيانات ديالنا كاملة كتستعمل باش تدرب هاد الآلات. والسؤال اللي كيطرح راسو دابا، كيفاش غنقدروا نفرقوا بين الحقيقة والخيال في المستقبل القريب؟ كيفاش نستفدوا من هاد الشيء وما تكونش ضحية؟ واخا هادشي كيبان كيخلع، ولكن ديما وسط الأزمات كيبانوا الفرص. الذكاء الاصطناعي ماشي غير تهديد، بل هو أداة قوية بزاف إلا عرفتي كيفاش تستعملها. عاود ما تخاف منه، خاصك تتعلم كيفاش تخدم بيه وتخليه يسهل عليك خدمتك. الناس اللي غتنجح في المستقبل هي اللي كتعرف كيفاش توجه لهذه الآلات وتعطيها الأوامر الصحيحة. تقدر تستعمله باش تصاوب محتوى، تعلم لغات جديدة، أو تطور مهاراتك في البرمجة والتصميم. القواعد تبدلات، واللي غيبقى شاد في الطريقة القديمة غادي يلقى راسو خارج اللعبة. العالم دابا كيتجه نحو مهارات جديدة بحال هندسة الأوامر، يعني كيفاش تهضر مع الآلة باش تعطيك أحسن نتيجة ممكنة. هذا هو السلاح الجديد اللي خاص كل واحد فينا يمتلكه دابا بالغدا. ونظرة للمستقبل، في الاخر الخوت الذكاء الاصطناعي ولا امر واقع وما باقيش غادي يرجع اللور. حنا دابا واقفين على عتبة عصر جديد تماما في تاريخ البشرية. التكنولوجيا غتبدل الطريقة باش كنعيشو، باش كنخدمو، وباش كنتواصلو. واش غيكون هادشي في صالحنا او ضدنا؟ هادشي كيعتمد على كيفاش غنتعاملو معاه. المهم هو ما تخليش القطار يفوتك، وكون ديما واعي ومتابع شنو واقع. وصلنا لنهاية الفيديو، كنتمنى يكون هذا الموضوع عجبكم وفادكم. وقولوا لي في التعليق واش نتوما متفائلين بهذا الذكاء الاصطناعي ولا خايفين منه. ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناة وتبارطاجيو الفيديو مع صحابكم. تهلاو في راسكم، ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.